السلطة النهاردة مميزة جدا ومليانة فوائد ونكهات مختلفة. ممكن تحطوا أي خضار بتحبوه، ولو حابين تزودوا كمان فاكهة أنا زودت هنا تفاح. التتبيلة بتاعتها سهلة جدا، عبارة عن عسل وزبدة فول سوداني وخل بلسم وعصرة ليمون. هنحط تتبيلة على السلطة وهنرش عليها شوية سمسم. هي أقرب شوية للسلطة الآسيوي، بس كمان هيبقى طعمها حلو مع المشويات. كل سنة وانتم طيبين. أسهل سلطة ممكن تتعمل، كلها بمكونات موجودة من قبل كده. الطعم الحلو اللي في الذرة والبنجر مع قرمشة الخيار والقوام الكريمي بتاع الحمص عاملين تركيبة حلوة قوي. جربوها وقولولي بتحبوا تعملوا سلطات ايه لما تكونوا مستعجلين. سلطة البطيخ مع النعناع الأخضر الفريش والجبنة القريش منعشة جدا في الوقت ده من السنة. الجبنة القريش مع النعناع الأخضر ورشة ملح وبقدونس هتحسوا إن طعمها أحلى بكتير. البروتين اللي في الجبنة والمية اللي في البطيخ والخيار هتساعد جسمكم ياخد كميات مناسبة من المية في الحر. وبالهنا والشفا. سلطة الخيار بالنعناع دايما بتكون منعشة وتنفع جدا مع المشويات. الزبادي بيساعد جدا على تأثير المشويات على الجسم، ده غير إنها سهلة وبسيطة وبتتعمل في ثواني. كمان طعمها حلو جدا وهيعجبكوا قوي. كل اللي محتاجينه زبادي وزيت زيتون ورشة ملح وفلفل اسود ونعناع، ونحط عليها الخيار سواء متقطع او مبشور. وبالهنا والشفا. ممكن ناكلها مع لحمة مشوية او مع الكفتة، او ممكن حتى مع الفتة المصري بتاعتنا. سلطة المكرونة سهلة جدا وسريعة، مش بتاخد وقت خالص، وخفيفة جدا في الوقت الحر ده في الصيف، بالذات ان الدريسنج بتاعها خفيف وانها بتتاكل ساقعة. هنضيف الخضار اللي احنا عايزينه على المكرونة وبعدين نضيف التتبيلة عليه وبس كده. سلطة البنجر بتشبه شوية سلطة الكول سلو بس من غير كريمة. هنبشر خيار وجزر وبنجر، هنضيفهم مع زيت زيتون وعسل، هنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يتمازجوا مع بعض، وبقى عندنا احلى كول سلو صحي. سلطة الكنتالوب خفيفة وساقعة وممكن تتاكل في الصيف، وبالذات مع المشويات بتكون حلوة جدا. الأساسي فيها كرنب أو جزر، وعليهم كنتالوب ساقع، وعليهم عصرة برتقان فريش. تخيلوا السلطات دي جنب اللحمة المشوية على السفرة أو جنب الكفتة هتبقى عاملة ازاي. ممكن نضيف عليها حمص كنوع من أنواع البروتين لو عايزين ناكلها كده لوحدها. عيدوا مشويات، يعني دايما السلطات لازم يكون فيها زبادي، بس لو ابتكرنا فيها هتكون أحلى وأحلى. زبادي وريحان وزيت زيتون هيكون هو أساس السلطة، وهنضيف عليه خيار وبنجر ونعناع أخضر وحبة البركة. مفيش أسهل ولا أخف من كده. جربوها هتعجبكم قوي، بالذات لو قعدت في التلاجة فترة شوية. سلطة جميلة جدا ومنعشة لو حطينا زبادي. Good morning life, good morning sun, how are you skies above? Gee, it's great to be alive and in love. Good morning life, good morning bird, sing out your happy tune. Feel so good 'cause I'll be seeing her soon. Last night she said she loved me. What a الصيف دايما يعني سلطة بطيخ. البطيخ نشيل منه البذر ونحطه مع الخيار والشبت وعصرة ليمون وعليه عين جمل من فوق. لذيذة جدا في الصيف وخفيفة. سلطة الفاصوليا بتتعمل ب3 أنواع فاصوليا، ودي للناس اللي مش غاوية قوي تاكل لحمة في العيد وبتحب حاجات خفيفة شوية أو بروتين نباتي. هنستخدم 3 أنواع فاصوليا مع الذرة الصفراء. هتضيفوا عليه أي حاجة بتدي قرمشة زي الخضار، طماطم أو فلفل حامي لو حابين. التتبيلة بقى مفيش أسهل منها، لأنها عبارة عن زيت زيتون وخل وملح وفلفل أسود. بنضيفهم قبل التقديم على طول، أو ممكن نقعدها شوية في التلاجة. اكتبولي في الكومنتات أنواع خضار معينة ممكن تمشي مع السلطة دي ويبقى طعمها حلو. واكتبولي ايه أنواع الفاصوليا اللي بتحبوها، الفاصوليا البيضاء ولا الحمراء ولا الفاصوليا السوداء. السلطة دي من أسهل وأجمل السلطات اللي ممكن تتعمل. كل حاجة متقطعة زي بعض،
خيار وفلفل ألوان وكرنب أحمر وبطيخ متقطع صغير جدا بنفس الحجم. ممكن نضيف عليها جبنة أو ممكن ما نضيفهاش على حسب الرغبة. ممكن ناكلها كده لوحدها أو ممكن ناكلها مع ورق خس أو ورق كرنب. الحلو فيها إنها سلطة بس ممكن تتاكل في راب زي الساندوتش وتشبع جدا وفريش قوي في الصيف. لو تعرفوا تجيبوا حرنكش جربوه على السلطة دي ومش هتندموا أبدا إنكم عملتوها. الورق الأخضر وبالذات الجرجير هيليق قوي مع الحرنكش. ممكن تضيفوا بقدونس أو أي خضرة عندكم. النعناع الفريش هيبقى حلو جدا. تتبيلة عبارة عن جبنة قريش كريمي كنت عملتها قبل كده مع البنجر. هنضيف عليها خل تفاح وزيت زيتون. هنقلب كل ده كويس جدا وهنضيفه على السلطة. مش بس هيديها لون حلو، كمان هيديها فوائد زي البروتين الموجود في الجبنة القريش. ألوانها جميلة وتفتح النفس وكمان طعمها حلو قوي. سلطة الحمص مع الطحينة على ورق أخضر من أجمل السلطات اللي ممكن تعملوها، بالذات إننا في الصيف ومش مستحملين نعمل حاجات فيها طبخ كتير. فكل اللي محتاجين تعملوه تتبلوا الحمص بالتوابل اللي انتوا عايزينها وتضيفوا عليه زيت زيتون وتحطوه شوية على النار يدي كريسب وتخلوه مقرمش علشان يليق مع مكونات السلطة اللي كلها فريش. الطحينة مع رشة توم باودر مع عصرة برتقان وعصرة ليمون بتودي الدريسنج في حتة تانية وبتخلي السلطة كلها طعمها حلو مع بعض. نقلبهم كويس جدا ونبدأ نرتب السلطة بتاعتنا. الورق الأخضر أو الخس زي ما انتوا عايزين. هنضيف الحمص وبعدها هنضيف الدريسنج الكريمي اللي احنا عملناه. وبالهنا والشفا. الكول سلو كلنا بنحبه بس تعالوا نعمله بطريقة مش تقليدية شوية. هنجيب كرنب أحمر وجزر أحمر. هنضيف زبادي عليه توم باودر وعليه عسل نحل بدل السكر. عليه عصرة خل وده أخف بكتير من إننا نضيف مايونيز علشان يكون خفيف وصحي. هنضيف الكرنب الأحمر متقطع وعليه الجزر الأحمر وبكده يكون الكول سلو جاهز. ممكن نضيفه في التلاجة لمدة نص ساعة أو نبيته ليلة هيبقى طعمه أحلى بكتير. طول ما بنضيف البنجر على السلطات بيحولها من سلطة مملة لسلطة لونها جميل وفوائدها كتير. بنجر مبشور وكرفس وكرنب أحمر، ممكن أي نوع من أنواع الخس وزيت زيتون وليمون، كل ده اللي محتاجينه. هنقلب المكونات كلها مع بعض ومفيش أسهل ولا أخف من كده. كل السلطات دي بتبقى حلوة جدا في الجو الحر وبتزود من رطوبة الجسم لأن فيها نسبة مية كفاية، وكمان مش بتخلينا نكتر من النشويات اللي موجودة جنب الأكل، بالذات لو معمولة حلو بألوان جميلة وزاهية بتبعد عنينا عن الأكل التاني. لو ممكن نحط جنبها بطاطس مخبوزة في الفرن كنوع من أنواع النشويات المعقدة هتكون حلوة قوي. كل سنة وانتوا طيبين.